والكلمة الآن لمن كان له جهد بعد الله تعالى في هذه الجمع المبارك وهذه التآلف، أنه من جمعنا في مكان واحد ومن جمعنا في جروب واحد، الأخ عبد الله علي معافى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وزملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليوم من أيام العيد، ونحن نجتمع مرة أخرى على الأخوة الصادقة والزمالة الوفية. عشناها سابقا من أكثر من 20 سنة، وتثبت اليوم بأننا صادقين في محبتنا لبعض، صادقين في وفائنا، صادقين فيما كان منا من تضحيات وتنازلات لصالح بعضنا البعض. إخواني، إنه من دواعي سروري أن أرى هذا الجمع الطيب الذي إن دل فهو يدل على سلامة الجوهر وصدق السريرة. لقد مرت علينا أيام وسنين، وعايشنا أناس أكثر، عرفنا من عرفنا وصادقنا من صادقنا، ولا يبقى إلا الصديق الصادق. وهذه حسرة العسكرية الأهم، معرفة مثل هذه الوجوه الطيبة. إخواني، إنه لشرف لي أن أقف أمامكم ألقي خطابي هذا وفي هذا الجمع المبارك، أرحب بكم والحمد لله رب العالمين، وأشكر الجميع على التواجد، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية والله ما قصرت. 10 ساعات. قاعد 10 ساعات. والآن حال تكريم صاحب الفضل بعد الله، ومن جمع هذا الجمع المبارك تحت شعار المحبة والوفاء وصفاء القلوب، ومن ضحى بوقته وجهده من أجل أن يجمعنا بعد انفراق طويل. فليتفضل الأخ عبد الله علي معافى لاستلام هديته تكريما لأخوته وصداقة لما زرعه في نفوسنا من محبة. اثنين من المستقبلين مثلا. طبعا الهدية مشتركة. الله يوفقكم إن شاء الله، ما يحتاج الله. الهدية مشتركة من أخويانا الضيوف ومن المستقبلين عموم اللي في الجروب، وتستاهلها والله يا أبو علي، ويقدمونها لأخوان الله يبارك فيهم إن شاء الله. لا صورة صورة جزاك الله. سامي شنو؟ هذا عبد الله معافى. جزاك الله خير. الدلع الثاني لصاحب الفكرة عبد الله معافى. يا مدور للمراد تجنك النبلاش، يا مدور للمراد تجنب كل لاش، ابتعد عن خوته الاشياء مال الشحام، هالرد لا تنخدع به ترى عظمه هشاش، ما تحصل من ورا خوته غير الندم، لا يغرك بالعزاوي على جال الفراش، انت عقد حاجب الوقت كبك وانهزم، قالوا مدح نفسه على خالي بلاش، ينكشف ما دام بالكذب يبني ويهدم، دور اللي خوته تنشر بالملكاش، واحد لا حل طاريه قالوا النعم، خوته ما هي بخوة مدورة العراش، ما يدور للمصالح ويسلم واستلم، جامع كل المراجل وحده ما يناش، أصوك الراسه ويمنه تندى بالكرم، لا زاهمته حزته ضيق ما جاهر تعاش، يثني المحزم ويقف على ساق وقدام، في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش،
أشهد الرفقة جنابه لها ذوق طعام، كان ما حصلت مثل خاوي ولا بلاش، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم، في خاويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، أشهد الرفقة جنابه لها ذوق طعام، كان ما حصلت مثل خاوي ولا بلاش، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم.